كده شعبان على المشروع عايز صور الصرف الصحي ده المكشوف. طبعا كميات من المجاري، كميات من التلوث، وكميات من المخلفات كفيله بان تبيد محافظه. يعني هنا تقاول فشل الكلوي، التهاب الكبدي، ناس مصابه بلا حصر. عايز اسالك يعني مفيش حد من المسؤولين جه بص على المصرف ده خالص؟ هو المفروض فين دور مجلس المدينه؟ فين دور وزاره الصحه؟ فين دور وزاره البيئه؟ ايوه انا بسالك هم ما جوش خالص. احنا بلغناهم، بنبلغهم كتير، وطبعا ده المصرف ده بقى له عشرات السنين. وحضرتك انت صورتي كارثه اهو، اطفالنا احنا ما بنحافظش عليهم. الاطفال المصرف ملاصق لوصول المدرسه، اطفال ابتدائي، يعني الظهور لسه بتاع اولادنا اللي في ابتدائي، اللي عمر لسه اطفال لسه ما يعرفوش حاجه، بدل ما بنحافظ عليهم بنحطهم كده. طبعا البعوض اللي بيحط على المجال دي الناموس. صور تعالى يا مجد، تعالى صور من هنا، صور يا عم، ما يصور من هناك، صور من اي حته، خليك انت على التصوير. طبعا احنا بننبه على الناس، بس الناس طبعا مفيش يعني المفروض مجلس مدينه هو الموضوع دي كده. يعني مجلس مدينه يلاقي المفروض يبقى في مقلب زباله او في صناديق او في اماكن مخصصه للتخلص من الزباله. دور مجلس مدينه يعمل لها صناديق، يعمل لها اي مكان للاحتفاظ بيها، وبعد كده بيجيبها يوميا. مجلس مدينه جاي مش موجود خالص. للاسف المصرف ده بيمر من هنا من منار على كفر حجازي على الرهاوي على النيل. يعني المصرف ده اخره النيل؟ اخره النيل للاسف. بننزل بالليل بنصب بالنيل للاسف اخره النيل. بالليل يا استاذ. للاسف اخره النيل. فانا يا ريت انا بطالب من المكان ده، مش هيبقى زياره بس بعد اذنك، لان الناس هنا عانت الامرين. فين دور الصحه؟ المفروض وزاره الصحه تيجي تشوف الاهالي. يعني حضرتك مثلا توجهت لوزاره الصحه اسمع يا سيادتك المكان ده بقول عشرات السنين الناس انت في الشارع، الناس خلاص فاتت الامل، الناس يئست من الشكاوي. معلش يعني هو مجلس مدينه المفروض انه قاعد في مكاتب ولا بيمر في جولات ميدانيه؟ الصحه ملوش اي دور، ما بسمعش على ان في بلد اسمها منار وكفر حجاز. ده بلاد كبيره، ده بلاد البلد فيهم لا تقل عن 100,000 نسمه. طب انا عايزه حد منكم مثلا قابل حد مسؤول بعينه وكلمه في المحافظه الاسبوع اللي فات. طب ثواني استاذنكم. اسمع ورا بعيد يا حبيبي، بعيد يا حبيبي، وسعوا لها. اتفضل يا استاذ. عايز الدين الحريري من قريه المنار، مؤسس فريق انا كنت في ناس بتقول ان انت قابلت حد من المسؤولين بعينه واتكلمت معاه عن المصرف ده، عايز اعرف انت مين وايه اللي حصل. احنا قابلنا يا ده هو هياخدنا ينزلها على التليفون عندي. من صرف صحي من المدرسه، طبعا زي ما انت شايف الصرف الصحي جنب المدرسه الابتدائيه. ازاي انت دي يا عم؟ المدرسه الابتدائيه معظم الكليات اللي عندهم مخرج سكر ماشي. تعليم اساسي. قناه ثالثه او قناه النيل الاخبار برضه 6:30 ان شاء الله. 6:30 عندنا النيل القاهره بتاع 11 و20/7. لا القاهره بس. كام 11 كام؟ 22/7. 11 22/7. 11 227. لا القاهره بس 22/7. قناه جديده يا جدعان سبحان الله. ماشي. فقالوا لنا ان الجيش هينسف 3 كرة. الميعاد امتى؟ لسه ما اداناش الميعاد، بس على كلامهم قالوا على اخر السنه ان ممكن المقدار تنزل في الصرف الصحي ويبدا يتعمل صرف صحي. ممكن تنزل هيبه محافظه الجيزه. الدكتوره منال عوض قابلتها شخصيا، وقابلت رئيس مجلس المدينه في المحافظه. حد بقى بينزل الجيش يمسك المكان ده، ما قالكش ان في حل ممكن يطرحوه؟ مفيش. لا هو ما فيش حل غير ان هم بيجيبوا عربيات الزباله بيشيلوا بس ده في حل سياسي، في حل الحل الاولاني. لا خش مكان. الحل الاولاني ثانيه يا حاج. خطوه ورا. يلا اتفضل. مجموعه افضل منا احسن. في حلين. الحل الاولاني العاجل، المفروض المنطقه دي تبع ده مصر، تبع الري، تبع لهندسه الري الجيزه اللي مقرها كفر الوطاطه. هندسه الري الجيزه تمد خط مواسير والمكان ده يتغطى، تمد خط مواسير فوري من النهارده، تمد خط مواسير فوري والمكان ده يبقى صرف